ايه الاخبار؟ انا مش عارف ابتدي منين، بس اعتقد ان انا يعني آه، دي مش هتبقى سلسلة، بس في ايام كده هتعدي هتكون صعب، وخصوصا لو انت بتبني حياتك من لا شيء. وناس كتير يعني هتعترض على الكلمة دي. لان غالبا لو انت طبقة متوسطة فانت ما ينفعش تقول انت بتبدأ من لا شيء. بس يعني هيومر مي، خلينا نمشي كده ونتكلم ونشوف. كل اللي انا عارفه ان انا لما بعمل فيديوهات دي برتاح وببقى مبسوط، وهدفي منها ان انا اساعد الناس، وجزء منها اناني شويه ان انا الاقي هدف في المعاناه اللي انا بعانيها دي، لان انا لو مش بساعد حد يبقى انا بعاني ليه، او انا اللي انا فيه ده ليه. برضو ديسكليمر، انا مش مكتئب، انا بس شخص بيقول الكلام اللي الناس ما بتحبش تسمعه. دايما بيكون في اشخاص كده، اللي هو يعني انت لو اعترضت تكون يعني بتعترض على الدنيا والحياة، ودي حاجة غلط. اللي هو انت تلعب الدور اللي مطلوب منك وخلاص. يعني انت مثلا لو انت راجل يعني شغال مثلا في مكان معين، انت هتعمل الدور ده، مش هتخرج براه. مش من حقك تحلم، مش من حقك تبقى عايز حاجة. ده ضد كل حاجة أنا مؤمن بيها بجد. يعني مفيش حاجة اسمها كده. آه ممكن نبتدي من التريجرز بتاعت اليوم. ان انت، انا ما نمتش كويس خالص، قمت على حاجة سخيفة هنا في البيت. آم، نزلت اتمشيت. يعني في حاجات كتير بتتغير في حياتي. ومن يومين تقريبا انت شفتني كنت مبسوط قوي ان انا جالي الشغل وكده. وعلى قد ما انا عايز اشارككم، على قد ما انا مش بحب ان انا اقول عن شغلي، بس شغلي اللي فات برضو انا هتكلم عنه. بس لما ارتاح شوية او اخد على جو الكلام وكده يعني. آه انا يعني ماشي في اتجاه معين. من ساعة ما جالي الشغل اتبسطت جدا ان انا خلاص انا في الاتجاه ده، وانا لو اشتغلت كتير ربنا هيكرمني وهقدر اسدد آه فلوس من اللي عليا وامشي في حياتي واتجاهي. آم، فشلي في علاقاتي اللي فاتت اللي يعني مضايقني، بس قلت خلاص يعني هو اتجاه. بس في نفس الوقت يعني مشكلتي مع حياتي بالذات، او مشكلتي مع عموما اللي بيحصل ده، ان انا كل ما ابني من حته يتهد من حته. بحس ان حياتي كونسيستنت. يعني انت مثلا تيجي تلعب لعبه، بيبقى في ايزي ميديوم هارد. بتلعب الايزي، لو عايز تلعب الميديوم او الهارد، او انت على حسب السكيل بتاعتك، بسيطه وسهله. انا بحس دايما ان انا لما بعلى مثلا او بيحصل حاجه ايجابيه كويسه، بتلاقي عموما ال... الصعوبه بتعلى. يعني انت مثلا محتاج ايه عشان تبني حياتك؟ محتاج هدوء؟ لا، هتلاقي كعبلة في حياتك، هتلاقي كعبلة في البيت، هتلاقي كعبلة في الناس اللي حواليك، هتلاقي حاجات كتير بتتغير. ف انت ما بتصدق تبني حتة صغيرة. يعني دايما الكتب اللي انا قعدت اقراها بتقول انت لو بنيت حتة صغيرة هتبني عليها وهتبني عليها وهتكبر وهيبقى حاجة مثلا معينة. فتلاقي نفسك ان انت بتبني من هنا من هنا. آم، انا سبت السوشيال ميديا، وبرضه هعمل فيديو كامل عن القصة دي. بس ساعات آه يعني لو هنقسم الفيديو ده فصول، هنخش على الفصل التاني اللي هو ايه انا اساس مشكلتي. واساس مشكلتي مش ارتباط. انا كنت محدد 3 حاجات في حياتي. يا اما انا هرتبط، ودي حاجة انا كنت عايزها، لان قبل اليوتيوب او قبل ما اشارك كلامي معاكم كان رأيي ملوش لازمة خالص. يعني انا كنت اي حد مثلا تمام عايز حاجه اوكي انا معاك. دايس قشطه، صح قشطه، غلط قشطه. انا يعني مش مع ان دي الشخصيه، بس انا خلاص كنت مسستم نفسي ان انا هستمتع باللي موجود. وده فكري من زمان جدا.
فكانت يا اما ان انا هاخد ريليشن شيب كويسه، وميزه الريليشن شيب مش الجواز، ما قلتش الجواز، ما قلتش ان خطوات كده خزعبليه عشان الناس بتاعت المسؤوليه والكلام ده. قلت خطوه عاديه جدا. ناس بيسبورتوا بعض، ناس بيحبوا بعض، ناس بيسمعوا بعض، وبتشوف مثلا ان انت نفسك في عينه حلوه. و برضو انا يعني ساعة ما طلبت الموضوع ده ما كنتش يعني انا مش هاممني الشكل ولا الجوهر ولا المهم، كله على بعض الباكج تبقى متوافقة معايا يبقى الحاجة الصح. فيعني ما فيش حد هيحاول في يعني في علاقاته قدي، او انا شايف كده على الاقل يعني. فالمهم اوبشن ده ايه؟ انفجر. دي الخيارة الاولى. الخيارة التانية بقى كانت فكرة ان انا واصحابي ننزل يعني. طبعا انا اللي فضل من صحابي ان انت بتوصل لسن معين بت يعني بتلاقي ان الاتجاهات اختلفت والدنيا اختلفت، وعلى قد ما انت المفروض تحط مجهود في ان انت تعمل، على قد ما انا ممكن ما اكونش حاولت قوي في القصة دي. بس عشان انت لما بتيجي تبني حياتك او تتبهدل لازم تشتغل شغلانه بتجيب فلوس، وعشان تجيب فلوس لازم الشغلانه دي بتبقى يا كتير يا بهدله، حاجه من حاجتين. عشان كده بتوصل في المرحله اللي انا فيها دي. وعلى حسها بتضحي بحاجات كتير قوي. فوانس، وده برضو من اسباب سيبان شغلي اللي فات، ان وانس ان انت بتلاقي ان الفلوس اللي انت بتعملها مش قادره تبني لك حياه، بتلعن الفلوس وبتلعن الشغل وبتلعن كل حاجه. حلو. وتالت حاجه فكره الشغل المستقر، او حاجه انت بتعملها وبتطلع فيها، ودي للاسف ما قدرتش اطبقها. ليه كنت بقول على فكره انك تبني حياه من الصفر صعبه؟ يعني انت تهتم بشكلك، تهتم بالجيم، تهتم بالفلوس، وتهتم بالكارير، وتهتم بكل حاجه، وفوق ده ممكن ما يكونش عندك مكان مستقر انت عايش فيه. ف الموضوع صعب لانك محتاس. والموضوع ملوش علاقة بالفلوس عشان نبقى فاهمين. يعني موضوع الجواز او الصحاب او حتى الشغل ملوش علاقة بالفلوس. لان آه لو هنتقل لاخر جزء عشان ابقى طلعت بس اللي هو المشاكل اللي عندي بشكل سيستماتيك، عشان حتى اللي يتفرج على الفيديو يبقى حاسس بيا، يستفيد حاجة من الفيديو ده. يستفيد ان في النهاية ان قد يكون موضوعي كله قايم على اساس الوحدة. حلو. او على اساس فين الناس اللي شبهي. يعني ما بقاش في مثلا دلوقتي مكان ان انت تشوف حد او تقابل حد غير الديتنج ابس اللي هي الناس اللي عليها. آه، مش عارف، مش كله وحش اكيد، بس يعني ما لقيتش اي حاجة او حاجة حتى آه، تبين ان في امل في الموضوع ده. وفوق كده يعني البرايسنج بتاعهم بجد بيكابيتالايز على فكرة الوحدة بشكل رهيب. يعني بامبل عامل له 2000 جنيه، وباقي الحاجات الشراكات ب 250 ولا 300 جنيه في الشهر. ف الناس الفقراء بتتجوز من بعض وعادي، والدنيا ماشية وزي الفل. لدرجة ان انا بقيت بمشي ببص على الناس بتوع الامن، الناس بتوع مش عارف ايه، والناس اللي هي بتخدم في العمارات وكده، وبستغرب. ده حاجة عادية يعني بتاع. بقيت بقيس الحياة بحاجات مختلفة قوي. فكرة يعني ان الحياة شوية حاجات مع بعض. ولو ما عندكش فلوس كتير، اللي هي الفلوس اللي انا خلاص يعني اللي انا هوصل في النهاية للنقطة دي، فانت مش هتقدر تتب. يعني انت مضطر تعيش الحياة لحد بقى ما تجيب الفرصة او الحاجة اللي تعدل كل ده. ودي مش حاجة سهلة. فببص على الناس دي وكده، وببص برضه على الناس الأغنياء. طبعا الطبقية عندنا في مصر جامدة فشخ يعني. دول ما عندهمش مشاكل. يعني أنا مش بقول إن في حياة بلا مشاكل، بس مش المشاكل. يعني لا عادي إن هو مثلا لا جواز هيتجوز، لا بتاع هيتعامل.
فالمشاكل ممكن تكون نفسية بسبب أسباب، بسبب تفاصيل عائلية، ماشي، بس برضه ما تقدرش تقولها من الصفر. آمم فآخر حاجة إن يعني أنا ما بقيتش، وده من أسباب إن أنا عملت اليوتيوب ده، إن ما بقيتش ألاقي الناس اللي زينا، ما أعرفش هُم مختفيين فين، ما أعرفش هُم بيعملوا إيه، بس ما بقيتش ألاقيهم. آآ قد أكون لو عايز أعمل حاجة منتجة هاشجّع الناس إن هي تطلع تتكلم عن تجاربها، يمكن أنا لقيت كام حد بيعمل كده، بس لمّا باشوف الموضوع ده باحس إن أنا مش لوحدي، وده هدفي برضه من الفيديو، إن أنا أحسّس الناس إن هُم مش لوحدهم. آآ قد أكون دلوقتي الحياة هنا اللي أنا عايشها دلوقتي مش مستقرة، الشغل مش مستقر، بس ما قدّاميش حاجة أحطها في target قدّامي غير الفلوس، لإن زي ما قُلت لكم أنا حاولت في حاجات كتير، وأنا بنيت هويتي حوالين المحاولة، يعني عشان أفضل في شغل قديم كنت باحط 150% علشان الناس مش عاجبها شخصيتي، مش عاجبها أنا باتصرّف إزاي، فالحاجة الوحيدة اللي أنا بابيعها هي فكرة المحاولة، فاعتبر ده نوع من أنواع المحاولة، إن أنا باشوف. آمم، أنا حتى ما فيش حاجة معيّنة قادر أعترض عليها، بس في الآخر أنا هاقوم بكرة الصبح، حتى من كمان شوية، يعني بعد ما أرفع الفيديو ده أنا هاروح هالعب اللعبة بتاعتي، أنا قفلت اللاب النهارده مش قادر أشتغل. نزلت اتمشيت، والتمشية دي مرعبة يا جدعان بجد، يعني التمشية دي أجمد حاجة ممكن تتعمل، تهدّيني وكده. قَلّ يكون عندك مكان مستقر، ولا شغل مستقر، ولا أي حاجة، ولا حد بيدعمك حتى. تعمل إيه بقى في اللحظة دي؟ يا إما تفتح الفيديو وتطلّعه، يا إما تتمشى، يا إما تكتب، يا إما بس، يعني ما فيش حاجة، لازم تطلّع الحاجات اللي جواك. ما تقعدش تسكت وتعدّي وتقول إن الدنيا هتمشي، إن الدنيا كده مش بتمشي. لو اعتراضك ده هيكون حتى فيديو بتسجّله بالمنظر ده أو حاجة بتكتبها، فهو اعتراض على الأقل، إن أنت مش قابل بالوضع ده. ما فيش حد فينا ما بيشتغلش أو ما بيتحسّنش عشان يحسّن حياته. وفي نفس الوقت برضه أنا يشُق عليّا إن أنا أعمل حاجة زي كده وأرفعها، لإن أنا مش عايز الناس، يعني أنا باحب الناس تعرفني على إني الشخصية الفرفوشة اللي بتحب تخرج وتهزر وتعيش وكده. ما احبش أشوف الجزء ده، زي ما قُلت لكم، بس زي ما قُلت لكم، آآ دي ممكن يعني تكون الطريقة اللي أنا أساعد بيها حد، أو أحس إن أنا باخرّج الحاجات المشكلة اللي جوايا، الحاجات اللي الناس مش عايزة تسمعها، أو آرائي اللي ما حدش كان بيطلبها، لإني باحس إن أنا إنسان عندي حاجة أقولها، ومن حقي إن أنا أقولها، وعادي بقى اللي هو اللي يحصل يحصل بقى، أيًا كان بقى اللي يشوف الفيديو ده يفتكر إيه أو يعمل إيه. بس، فدي كانت القصة كلّها، ليوم من الأيام أنت ما بتبقاش طايق نَفْسك، بكرة إن شاء الله هاشِد وهارجع أشتغل تاني. وأنا قُرب نهاية الفيديو أهو، حسّيت إن أنا هديت وحسّيت إن أنا اتبسطت. آمم طبعًا قبلها كان في انهيار وزعل وكده، بس يعني مش لازم نعدّي بالقصص دي لوحدنا، وصدّقني once إن أنت تشوف أنواع الفيديوهات دي هيبتدي يظهر لك ناس بتعاني بحاجات مشابهة. أتمنى كلنا إن إحنا نلاقي بعض على الأقل، أو حياتنا تتحسن على الأقل، أو نزوّد في الفلوس بحيث إن إيه، نقدر نشتري حاجات تبسطنا، وبس أتمنى الحال يتعدل إن شاء الله. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. الفيديوهات الجاية هتبقى عن حاجة كده، يعني إيه، لأ يعني حاجة practical نعملها إن شاء الله علشان نمشي قدّام أو نطلع قدّام. بس، وأشوفكم الفيديو الجاي زي ما باقول لكم. سلام.